أقوى طرق لتحسين الانتصاب طبيعياً وبالعلاج، السر اللي محدش قالك عليه قبل كده. من الآخر، عمرك سألت نفسك ليه الانتصاب بيضعف رغم إن سنك صغير؟ ليه واحد عنده 30 سنة لسه شاب وبيشتكي من ضعف انتصاب، وواحد معدي ال60 أموره زي الفل؟ هل المشكلة نفسية ولا عضوية؟ وهل الحل دايما قرص قبل العلاقة؟ ولا ممكن يكون في أسباب أعمق محدش قالك عليها؟ ويا ترى بقى، هل الانتصاب ممكن يتحسن بطبق أكل، بنوم كويس، بالرياضة؟ وهل كل المنتجات اللي بتتباع على إنها منشط فعلا آمنة؟ ولا في أدوية لازم تتاخد بطريقة علمية وتحت إشراف دكتور؟ النهاردة هنشرح كل حاجة بالعلم وبدون دجل، وهنشرح أفضل طرق لتحسين الانتصاب الطبيعية وبالأدوية، ونفهم مع بعض ازاي الجسم بيشتغل اصلا. يعني ايه انتصاب وايه اللي بيحصل جوه الجسم اصلا؟ الانتصاب مش مجرد استجابة بسيطة، ده تفاعل معقد جدا بين المخ والاعصاب، الاوعية الدموية والهرمونات. اول خطوة، الاثارة تبدأ من المخ يفرز اشارات عصبية تنزل عن طريق الحبل الشوكي للاعصاب المغذية للقضيب. الاعصاب دي بتفرز مادة اسمها نيتريك أوكسايد. المادة دي بتنشط إنزيم معين يخلي العضلات داخل الشرايين تتمدد. لما الشرايين دي بقى تتمدد، الدم يدخل بكميات كبيرة داخل الأجسام الكهفية، وفي نفس الوقت الأوردة تقفل جزئيا فتحبس الدم جوه، وهو ده اللي بيعمل الصلابة. يبقى كده أي خلل في الأعصاب، في الأوعية الدموية، الهرمونات المسؤولة، أو حتى الإشارات العصبية، هيأثر مباشرة على الانتصاب. وده سبب إن أحيانا ضعف الانتصاب يكون أول علامة مبكرة لمشاكل في الشرايين. يعني ضعف الانتصاب ممكن تكون علامة على مرض خطير؟ ممكن، ودي نقطة مهمة جدا. الدراسات أثبتت إن الشرايين اللي موجودة داخل القضيب صغيرة جدا، حتى أصغر من اللي داخل القلب. فلو في جسمك تصلب شرايين ولو بسيط، أول مكان يبان فيه هو الانتصاب. يعني ممكن ضعف الانتصاب يسبق الذبحة الصدرية أو حتى جلطة القلب، بسنين كمان. إضافة بقى، مرض زي مرض السكر بيأثر على الأعصاب الدقيقة، وارتفاع الضغط بيأثر على جدار الشرايين، والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بيعملوا ترسبات. عشان كده أي راجل بيشتكي من ضعف انتصاب، ضعف مستمر يعني، لازم يتفحص له سكر صايم، سكر تراكمي، دهون كاملة، ضغط، وظائف كبد وكلى، وهرمون الذكورة. الموضوع مش بس علاقة، الموضوع صحة عامة. طب هل تحسين الحياة ونمط الحياة ممكن يصلح أو يحسن ضعف الانتصاب؟ بشكل كبير جدا. أول حاجة الرياضة. التمارين في ذاتها بتحسن كفاءة الأوعية الدموية، وبتزود إفراز النيتريك أوكسايد، بتحسن حساسية الإنسولين، وبتزود هرمون الذكورة. دراسات كتير جدا اتعملت على الموضوع ده، وكلها أثبتت إن ممارسة الرياضة 150 دقيقة في الأسبوع بتحسن وظائف الانتصاب بشكل ملحوظ جدا. تاني حاجة تقليل الدهون الحشوية. دهون البطن الكتير بتقلل من إفراز هرمون الذكورة وبتزود الالتهاب المزمن. تالت حاجة النوم. أقل من 6 ساعات نوم كل يوم يقلل من إفراز هرمون الذكورة بشكل واضح، وأعلى إفراز للهرمون بيكون أثناء النوم العميق. رابع حاجة توقيف التدخين تماما. النيكوتين عدو الشرايين وبيعمل تلف في بطانة الأوعية الدموية، يعني أحيانا أفضل منشط تغيير نمط الحياة. إيه دور هرمون الذكورة في الانتصاب؟ هرمون الذكورة مش بس مسؤول عن الرغبة الجنسية، لكن كمان عن كفاءة الأنسجة. لو مستواه منخفض، الرغبة تقل، الانتصاب الصباحي يقل، الكتلة العضلية في الجسم تقل، والدهون تزيد. لكن مهم جدا نفهم، مش كل ضعف انتصاب سببه بس نقص هرمون ذكورة، والعلاج الهرموني يستخدم فقط لو في نقص مثبت بالتحليل. والتحليل لازم يكون تحليل صباحي ويتاخد مرتين على الأقل، لأن لو استخدمته بدون داعي ممكن بقى يحصل إيه؟ يحصل زيادة في لزوجة الدم، مشاكل في البروستاتا، توقف إنتاج الجسم الطبيعي. فالعلاج لازم يكون مدروس. هل القلق والتوتر فعلا ممكن يدمروا الانتصاب؟ بقوة. الجهاز العصبي له شقين، شق مسؤول عن الاسترخاء والتاني مسؤول عن التوتر. الانتصاب محتاج استرخاء. القلق بينشط الجهاز اللي مسؤول عن الهروب والخطر والتوتر، يحصل انقباض في الشرايين. حتى التفكير الزيادة في الأداء والخوف من الفشل ممكن يعمل دايرة مغلقة. القلق
يزود الفشل، يزود القلق، يزود الفشل تاني. العلاج هنا لازم يركز في حاجات النفسية، النفس، علاج سلوكي، أحيانا أدوية بسيطة عشان تقلل القلق، ودي كلها تحت إشراف دكتور. الصحة النفسية جزء أساسي للانتصاب الصحي. هل التغذية ليها دور حقيقي؟ أكيد طبعا. النظام الغذائي اللي غني بالخضار، الفاكهة والدهون الصحية زي زيت الزيتون وزيت الأفوكادو والمكسرات بيحسنوا بطانة الأوعية الدموية. والأكل اللي غني بالنيترات زي البنجر بيزود النيتريك أوكسيد وإنتاجه في الجسم. والأكل اللي مليان أوميجا 3 بيقلل الالتهابات. في المقابل بقى السكريات العالية والدهون المهدرجة والأكل المصنع والفاست فود بيزودوا مقاومة الأنسولين وتصلب الشرايين. جسمك بيتأثر من طبقك. طب الأدوية المشهورة اللي بتشتغل لضعف الانتصاب بتشتغل إزاي؟ الأدوية دي بتمنع إنزيم مسؤول عن تكسير المادة اللي بتوسع الشرايين. يعني لما يحصل إثارة، مفعول التوسع يفضل شغال فترة أطول. لكن مهم جدا تعرف إن الأدوية دي محتاجة إثارة، يعني مش شغالة لوحدها، مش بتعمل انتصاب تلقائي، ولازم تتاخد بحرص جدا تحت إشراف دكتور، خصوصا للناس اللي عندها أمراض قلب أو بتاخد أدوية فيها نيترات. فعاليتها عالية جدا، لكن تاني لازم تتاخد بجرعة صح وتحت إشراف دكتور. طب هل في فرق من أنواع الأدوية دي وفعاليتها؟ طبعا في. الأدوية دي أنواع، في منها مفعولها يبدأ بسرعة، أنواع منها تفضل في الجسم مدة طويلة، وفي منها أنواع بتتاخد يوميا بجرعات صغيرة. الاختيار هنا بيعتمد على نمط العلاقة، الحالة الصحية، وجود أمراض مزمنة، وأي أدوية أخرى، لأن مش كل دواء مناسب لكل الناس. طب المكملات الطبيعية اللي بتوعد انتصاب فعالة ولا نصب ولا دي إيه؟ للأسف معظم المكملات اللي بتتباع بوعود كتيرة مش مدعومة بأبحاث حقيقية. في منها بيحتوي على مواد دواء مخفي، ومنها ممكن تعمل مشاكل في الكبد وفي القلب. كلمة أعشاب مش معناته دايما آمن، والتفاعل مع الأدوية حقيقي وخطير. أفضل حاجة تقييم طبي سليم بدل ما تعتمد على منتجات مجهولة. امتى لازم نروح لدكتور فورا؟ لو الضعف ده جالك مفاجئ، لو عندك ألم أثناء الانتصاب، انحناء شديد، فقدان كامل للانتصاب الصباحي، سكر أو ضغط غير منتظم، أو لو المشكلة استمرت أكتر من 3 شهور. لأن ساعات الموضوع مش مجرد أعراض، لكن ممكن تكون رسالة إنذار. الخلاصة يا جماعة، عاوزك تفتكر حاجة مهمة جدا. الانتصاب مش مجرد لحظة، ده انعكاس لصحة القلب، الأوعية الدموية، الأعصاب والهرمونات والحالة النفسية. صحيح القرص ممكن يساعد، لكن الأساس هو نمط حياة صحي. لو عندك مشكلة ما تستناش، تعتمدش على كلام أصحاب ولا ترندات، واوعى تاخد دواء من غير تقييم دكتور. صحتك أهم، ولما جسمك يتكلم اسمع له. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده أقوى طرق لتحسين الانتصاب، طبيعي وبالعلاج، السر اللي محدش قالك عليه قبل كده. من الآخر،